خلال الفترة الأخيرة عدد كبير من المواطنين اتصلوا بنا عبر موقع الفيسبوك التابع لأمن الولاية للاستفسار عن وضع ملصقات في مؤخرة المركبات، خاصة مركبات الوزن الثقيل. تطلب من السواق تحديد المسافة القانونية أو ما يسمى بمسافة الأمان، وهؤلاء المواطنين يستفسرون عن مدى قانونية هذه الملصقات. وأكد للمواطن الكريم بأن هذه الملصقات ليست قانونية تماما، لأن القانون ينص على منع وضع أي ملصقة في المركبة ما عدا المنصوص عليها قانونا، وبالتالي فإن هذه الملصقة التي تحدد ما يسمى بمسافة الأمن غير قانونية، وبالتالي فهي ممنوعة. الشائعات تقول بأن مصالح الأمن تقوم بمعاقبة من لم يضع هذه الملصقة. نقول بأن هذه الملصقات ليست قانونية، وبالتالي نلتمس من المواطن عدم وضعها، لأن تحديد المسافة لا يمكن أن يتحدد إلا من طرف السائق شخصيا. طبعا ما نقول من طرف السائق حسب السرعة التي يمشي بها، حسب الطريق أو نوعية الطريق، حسب الجو. كل هذه العوامل تؤثر في المسافة المحددة بين المركبة الأمامية والمركبة التي تسير من خلفها. طبعا مصالحنا راهي تقوم بحملة تحسيسية لفائدة السواق لتحسيسهم بعدم وضع هذه الملصقة، ومستقبلا لما ننتهي من العملية التحسيسية سنمر إلى معاقبة المخالفين بوضع الملصقات الغير قانونية فوق مركباتهم.